فاكرين الست أمينة في فيلم بين القصرين وهي بتقول السوارس صدمتني يا سي السيد، سيدنا الحسين دعاني قمت لبيت. السوارس صدمتني. سوارس؟ أنا غلطت يا سي السيد، سيدنا الحسين دعاني قمت لبيت. تطلع ايه هي السوارس دي؟ هي دي السوارس. السوارس عربية كده بيجرها الخيول من قدام وبتمشي ما بين الشوارع والأحياء والحواري في القاهرة، حاجة كده يعني زي الترام أو الأتوبيس بس بدائي شوية. وكان خط السوارس بيطلع منين؟ بيطلع من عند القلعة لحد الحسين والغورية وبوابة المتولي، وبعدين يرجع الخط تاني شارع القلعة لميدان الرمالة. طب يعني ايه كلمة سوارس نفسها؟ سوارس دي عيلة يهودية من أصل إيطالي أسباني كانت عايشة هنا في مصر، وكانوا بيشتغلوا في التجارة والمشروعات وعملوا حاجات كتير قوي هنا. سنة 1875 يعني من حوالي 150 سنة عملوا شركة لعربيات نقل الركاب اللي هي السوارس على اسم العيلة يعني، وبعدها ساهموا وشاركوا في مشاريع كتير جدا، منها مشروعات في السكك الحديد والبنك الأهلي المصري والبنك العقاري وشركة المياه في طنطا ومصانع السكر في كومومبو، حتى ساهموا في بناء خزان أسوان. وكان عندهم مساحات كبيرة جدا من الأراضي والمباني كانت ملكهم في وسط القاهرة، لدرجة إن الميدان الكبير في وسط البلد كان اسمه ميدان سوارس على اسم العيلة يعني. لكن سنة 1939 اتغير اسم الميدان من ميدان سوارس لميدان مصطفى كامل.